بأجمل كلمات الحب والمودة نلتقيكم مجددا سادة الأخوة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة الأرشيف الإذاعية وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما لدينا جديد وحصري. أخرى مستمعينا، وضيفنا اليوم فنان مجتهد ودؤوب، استطاع أن يصنع له بصمة إبداعية في العديد من الأعمال الفنية المحلية والعربية. لقب بثعلب الدراما العراقية. إنه النجم المتألق والفنان الملتزم حسين عجاج. مساء الخير. مساء الخير والعافية، حياك الله وحيا الله إذاعة بغداد، وشكرا على هذه التقديمة الأكثر من رائعة. تستحق الأكثر أستاذ حسين، شرفتنا ونورتنا طبعا. لعظيم الشرف. أنا سعيدة جدا بوجودك اليوم في برنامج استضافة. نرحب مرة ثانية مستمعينا الكرام بضيفنا العزيز الفنان حسين عجاج. أستاذ حسين، تخرجت من معهد الفنون الجميلة قسم الإخراج المسرحي، والبداية كانت طبعا بالمسرح. بالفعل تخرجت عام 2002-2003. نعم. فرع الإخراج معهد فنون جميلة دراسة المسائية. نعم. لكن بداياتي بالوسائل الإعلام يعني نعم. كانت من خلال الإذاعة حقيقة. بداية بالإذاعة. بالأعمال الإذاعية مع المرحوم محمد صقر. نعم. يعني كمسلسل عمل؟ مسلسلات إذاعية. نعم. نعم. بس أنا معلوماتي تقول يعني أول بداياتك كانت في تقديم برامج الأطفال. يعني هي صارت توأمة بالتوقيت بين برامج الأطفال. نعم. وبين المسلسلات الإذاعية. شنو كان دورك ببرامج الأطفال؟ يعني تقدم البرنامج أو كمشهد تمثيلي أو كذا للأطفال يعني؟ طبعا ست منى، هذا العالم عالم الطفل هو عشق بالنسبة لي كحسين عجاج. نعم. وشاءت الصدف أنه عملت مع المخرجة نبراس خضر. نعم. نوجه لها تحية إذا تسمعنا. برنامج اسمه ضياء ونور، كنت ألعب دور مهرج. حس الفكاهة يكون موجود عند هذا المهرج، وبالتالي مجموعة فقرات تقدم مع الأطفال. نعم. كان عالم بريء وأعشق ولا زال طعمه موجود بداخلي لحد الآن. وين أنت اليوم من برامج الأطفال والأعمال يعني اللي تقدموها للأطفال؟ هسه كساحة فنية موجود حسين عجاج، يعني كل سنة اشتغل عمل يعني ما أحب للأطفال. أنا أقصد فقط صراحة حجيج. للأسف أكيد حضرتك مستشكلة ومنتبهة، وآني والمستمع الكريم غابت برامج الأطفال بالضبط يعني عن الساحة العراقية والمجتمعية بشكل عام. نعم. وهذا إن أشر على شيء فهو خطر، لأنه من خلال برامج الأطفال نقدر نوعي، نقدر نوجه توجيه. نعم. نعم. وكم للطفل كم يعني. أطفالنا بحاجة إلى هكذا توجيه فعلا. لم يعد يوجد برامج أطفال. كنا نشوف سينما الأطفال مثلا. نعم. كانت تقدم نسرين جورج. ست نسرين كان نعشق شكلها ونعشق يعني. كيف تقدم وتحببنا بالأشياء. مع الأسف أتمنى على من يسمع أن يعي خطر عدم وجود برامج أطفال بالساحة الفنية. إن شاء الله نشوفها قريبا ببرنامج الأطفال. أتمنى حقيقة. يا ريت إن شاء الله. في 2005 يمكن اختارك المخرج أركان جهاد في مسلسل 7 عيون. نعم. هذا يمكن كان أول عمل للتلفزيون، غير يعني أنا أقصد كأعمال درامية يعني. لا، كأعمال درامية كان يعني سبق هذا المسلسل الراحل أركان جهاد مجموعة أعمال من ضمنها للحواسم. بيوتهن للمخرج فلاح زكي. بس هذا العمل 7 عيون يعني قدمني بطريقة شبه مختلفة. إضافة أنه كانت أجواء المسلسل مختلفة، يعني ما احنا ما شايفين عمل عراقي مثلا يصور بالثلوج وبالكذا بنوع من الفانتازيا. فقدمني بشكل جيد المتلقي العراقي. شلون تعرفت؟ لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة الأرشيف الإذاعية وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما لدينا جديد وحصري. كان صمود الأبطال المخرج نبيل يوسف. نعم. فتعرفون الفنانين من يشوفون فنان شاب داخل بالتزام حفيظ يؤدي عنده طاقة إبداعية إيجابية. نعم. بالمكان نعم. اللي يدخل به، فتوصل المعلومات من شخص إلى آخر، وبالتالي وصلت إلى أركان جهاد. عشت في سوريا تقريبا أكثر من 8 سنوات، وكنت آخر فنان غادر سوريا.
نعم. أكيد خلال هذه الفترة كنت جزء من الحالة الفنية السورية، وشاركت بأعمال مشتركة مع الفنانين السوريين، من ضمنهم الفنانة القديرة منى واصف. أعتقد كان مسلسل السيدة ويا ست منى واصف. نعم، هو أكثر من عمل ربطني مع ست منى. نعم. شنو كان دورك بهذا المسلسل يعني السيدة، وذكرياتك يعني ويا فنانة كبيرة مثل منى واصف؟ أكيد. نعم. شوفي ست منى، يعني ذكريات لها شجون حقيقة في سوريا. يعني قلتي أنت، أسلفتي ما يدنو من 8 سنوات، يعني أنا بعيد عن العراق. نعم. فكانت بحبوحتي الإنسانية هي العمل الفني اللي شوية تشغلني إنه ما أفكر هواي بالعراق. نعم. لأن العراق حبيبنا، يعني ما يحتاج نغالب هذا الموضوع. أكيد طبعا. أرجع لموضوعنا. فجمعنا مسلسل السيدة مع ست منى واصف والأستاذ العملاق بهجة الجبوري بشخصية هشام بن حج نعمة. نعم. كانت شخصية صعبة جدا ومركبة. كنت الوكيح كما يقال بالمسلسل، اللي ما يقعد راحة. نعم. اللي يبحث عن ثأر عمه أو لما قتل عمه في زمن ما، هاي السببية تجيبه من سوريا إلى العراق. أبوه كان رافض للفكرة، وأمه منى واصف كانت رافضة للفكرة هاي عن الشخصية. أما عن إذا تسمح لي، يعني هو المسلسل كان مشترك عراقي سوري أم كان سوري بحت؟ لا عراقي سوري. السيدة عمل عراقي سوري إنتاج قناة البغدادية. نعم. وكان مجموعة كبيرة من الفنانين السوريين معنا. نعم. يعني هو أصلا مأخوذ إنه عائلة عراقية تعيش في السيدة زينب. نعم. في سوريا. نعم. ذكرياتي مع الحبيبة منى واصف كثيرة، يعني لا تعد ولا تحصى حقيقة. امرأة قمة الالتزام. نعم. أم حقيقية، يعني بداخل السيت بداخل اللوكيشن. نعم. مو بس إلي، الكل اللي حواليها نساء ورجالا. نعم. لكن يمكن كانت أنا اللي معزة خاصة عندها ست منى واصف. نعم. وجمعني بعد هذا العمل أيضا مسلسل معها، تطلع والدتي أيضا، مسلسل مشترك عربي، يعني مو فقط عراقي سوري. نعم. الإمام الجواد عن موسى بن جعفر. وأيضا بالفصحى طبعا، اللغة العربية الفصحى. نعم. وهذا العمل أيضا وصلني لأعمال أخرى مشتركة عربية. أسألك أستاذ حسين، ليش يعني الطلب على الفنان العراقي قليل بالأعمال العربية؟ حتى لو حصل على يعني فرصة لا يحظى بعروض كالتي يحظى بها الفنان العربي ماديا ولوجستيا، شنو السبب؟ يعني سؤال ذكي جدا حقيقة ست منى. إجابته قد تكون أبسط مما يعني. شوفي، أنا من أريد أسوق فنان عراقي، إحنا اللهجة مسوقة ومعروفة ومحببة عند المتلقي العربي الخليجي أو من بلاد الشام. حاليا معروفة اللهجة العراقية ومحببة للجمهور العربي عموما يعني. ويحبون الفنان العراقي، لكن نحن بحاجة إلى تسويق العمل العراقي. مو جزئية إنه فنان، لا، عمل كامل متكامل، حتى يصير هناك سوق للفنان العراقي فعلا. يعني الآن عندنا احنا فنانين يطلبون. أنا واحد من الناس، آخر عرض أجاني من الأردن بهذا رمضان، لكن الالتزامي بإدارة إنتاج ما قدرت يعني حقيقة. أستاذ حسين، أنت عرفت يعني صرت نجم عربي من خلال أعمالك في الدراما السورية. أنا أقصد على باقي الفنانين العراقيين اللي بقوا يراحون بالمحلية. نسوق عمل. نعم. نسوق مسلسل درامي، معناته سوقنا فنان. أما عن الأجر فعندك حق، يعني حقيقة الآن اللي بجيلي ما أريد أذكر أسماء، يعني بدينا سوا من الفنانين السوريين على سبيل المثال، ياخذ ما يدنو من 20 إلى 25 ضعف أجري فعلا بالعمل الواحد. نعم. يستاهل، يستحق. ليش؟ لأنه هذا أصبح أكو جهات عملت عليه، أصبح يسوق عمل. نفتقر إلى فن صناعة النجم بالعراق. ما عندنا صناعة، عندنا اجتهاد شخصي. كيف نصنع نجم عراقي؟ يعني الآفاق تكون أوسع أمامه على النطاق العربي. يعني الآن مو أحابي بشخص أو قناة، لكن كل سنة أنا أسوي تقريبا 170 كاستنج، اختبار ل 170 شاب وفتاة. نحاول ندرب من خلال قناة الMBC العراق. أنا والأستاذ سلام عرب أوجه له تحية، صديقي وأستاذي. ندرب ونعمل كاستنج ونزج بالأعمال إذا كانت في قناتنا أو بقية القنوات.
اتصور هنا هاي بذرة، لانه انا صار لي زمان بالوسط الفني، ماكو من يعمل على الفنان اول ما ينشأ، اول ما يحاول ان يكون مثل باقي الدول من يصنعون نجوم يعني من اول ما يظهر الممثل. ما عندنا. انا الان حتى يعني هم اذكرها من خلال اذاعتكم في صدد انشاء ورشه تدريب ممثلين. وهذا يعني صحيح طبعا، هذا ماشي بكل بالوقت الفاضل عندي. نعم. انطي محاضرات تطبيقيه وليست يعني اقصد عمليه، ليست مو نظريه وقلم نعم. لا لا نعم. لا الفن اوكي اكو موهبه، بس اكو معلومات لازم ننطيها للاخر حتى يقدر يقول ممكن اصير فنان. نعم. وبعد ما صاير فنان. نعم. فاهم علي؟ طبعا احنا يعني تاريخ الدراما العراقيه تاريخ مشرف لا يختلف عليه اثنان. نرجع ونقول الانتاج الفني العراقي بقى يراوح في المحليه لحد اليوم. شو وقت نعبر الحدود العراقيه ووين الخلل؟ يعني الخلل بالحدوته. يمكن احنا عندنا كتاب كبار بصراحه، وعندنا مخرجين وعندنا تقنيين وعندنا ممثلين من طراز اول. صح. وين الخلل؟ راح احيلك النقطتين. اما الاولى من صارت الاحداث بالعراق وذهبنا الى سوريا، صارت اكو انتعاش بالدراما العراقيه ذات تتذكرين. نعم. اشتغلنا مثلا ابو الطبار، السيده، شناشيل حارتنا، مجموعه اعمال مشتركه فعلا. اي نعم. تمام. نعم. من صارت الازمه السوريه وذهبوا الفنانين السوريين الى لبنان، شوفي كم هائل من الاعمال بالمزاوجه بين الفنانين اللبنانيين والسوريين. هسه هنا هاي حاله اجتماعيه اقتضت انه هذا الفنان يذهب من مكان الى مكان، فهاي كانت بدون قصديه. زين احنا ليش ما نعمل القصديه؟ انه نسوي عمل مشترك احنا كعراقيين. وانا حكيت هنا في هذه القناه مع احد القائمين على هذه الشبكه، شبكه الاعلام العراقي. نعم. قال لي اول ما رجعت من سوريا، قال لي استاذ حسين انت عندك خبره عربيه وكذا وجيت يعني شلون نقدر نطور الدراما العراقيه؟ قلت له بكل بساطه وبكل تجرد. ما عندك موانئ بالبصره؟ وقديما هاي موجوده يعني مو هسه انصنعت. هاي العبارات والبواخر والسفن كلها موجوده. قلت له ليش؟ وبالكويت اكو قديما العبارات والموانئ وكذا، باعتبار الجغرافيا وحده. قلت له ليش ما اسوي قصه حب بين عراقي مثلا يعمل على عبارة أو باخرة مع فتاة كويتية أو العكس. نعم. ونزج فنانين من الكويت ونزج فنانين من العراق بحدوتة رومانسية بها أكشن بها البحر اللي العراقي بعد يعني العراقي بشكل عام، وأنا واحد منهم أحب البحر مثلا. حدوتة بسيطة جدا وقد لا تكون مكلفة، لكن توصل العمل العراقي إلى أبعد الحدود، وبالتالي تنفتح الآفاق. وممكن نستعين يمكن بنجوم شباك يعني عرب، ممكن جدا بأعمالنا الدرامية ممكن يسوق العمل عربيا. ممكن هاي السنين إذا تلاحظين ست منى العزيزة. نعم. أكو محاولات لكن خجولة جدا. نعم. يعني جابوا يمكن هاي السنة الماضية أستاذ باسم ياخور. نعم. إلى العراق كذا فنان يعني يمكن الخط الثاني أو الثالث. نعم. لا احنا نحتاج اللي هسه تفضلت بيه فعلا نجم شباك. نعم. هذا هو اللي حيسوق العمل مع نجوم عراقيين. بالتالي أنا رفعت قيمة العمل الفني كقاعدة، ورفعت قيمة الفنان العراقي، وبالتالي سوقنا الفنان. طبعا يسوق ومن خلالها يتعرفون على الفنان. دراسة مو هيك يعني. ترى هي ما يحتاج لها يعني سين وجيم، هي سهلة، هي بسيطة سهلة معروفة بس يعني. أعمل لها دراسة جدوى حقيقية بالضبط بحدوتة كما تفضلتي حضرتك توصل للمتلقي العربي. يعني هسه احنا مثلا على سبيل المثال بنات صالح، هو هسه اقول لك يعني وصل بالضبط يعني كل طبقات المجتمع العراقي، حقق ترند عربي. يعني الصحافة العربية أشادت به، فالمشاهد كان عمل دسم للمشاهد الخليجي والعربي مع الإشاعات اللي طلعت. حدوته حلوة، كلش ممثلين اجتهدوا بالضبط. يعني أنا كنت أيضا كنت منتج يمكن وممثل، إدارة إنتاج، والأستاذ نعم. سلام عرب هو المشرف على العمل. نعم. قناة الMBC. نعم. فكنا أنا وأستاذ سلام نزرع الشغف بالفنان الرائد والشاب، إنه هذا مشروعنا، هذا عملنا، لازم نجتهد إيش قد ما نقدر. يعني أنا لي حد الآن أتذكر عمال الإنتاج جت أيام ما ينامون حتى يحققوا لي لوكيشن، حتى يصنعوا لي لوكيشن من الإدارة الفنية. حلو. نعم. وأنا واقف على رأسهم، يعني من يشوفون حسين عجاج واقف طبعا عيونه هيك ما نايم. طبعا سرعتهم همة مثل ما نقول. هذا السر، هذا سر حب طبعا. وشغف. نعم. تزرعيه بالآخر
تصلين إلى هكذا نتيجة. أكيد. هي عودة أخرى مستمعينا الكرام وبرنامج استضافة، وضيفنا الفنان العزيز حسين عجاج. أستاذ حسين، حضرتك متعدد المواهب، ساهمت يعني بكتابة بعض المسلسلات إضافة للإنتاج والتمثيل طبعا معروف. نعم. أكيد يعني مبدع. الله يخليك. فهل لديك القدرة على كتابة نصوص درامية؟ نعم، هي الكتابة كما هو معروف هي ملكة يعني. نعم. موهبة حقيقية. نعم. كما هو الشاعر يعني لا يختلف. بالضبط. هي موهبة يعني. فقط نعم. أنه حبكة القصيدة تختلف عن حبكة المسلسل. نعم. أنا شاركت بكتابة مجموعة مشاهد، يعني أغلب بعض الأعمال اللي تجيني كنصوص أعدل على مشاهدي أو أكتب مشاهد بالاتفاق مع جهة الإنتاج أو الإخراج يعني. نعم. يعني أتذكر بأحلام السنين كتبت بعض مشاهدي. اي مشاهد مهمة طلعت يعني. نعم. احنا نقول ضربت بالشارع باتفاق ويا الكاتب طبعا. اكيد. نعم. الكاتب والسيد المخرج يعني. حلو. ما اقدر اتجاوز أكيد. ابدا. طبعا. انت تعرفين احيانا بعض المشاهد تجي جامدة. يعني ما تسهل على الممثل انه ينطي احساس. بالضبط. خصوصا وانت تحس به اكثر لان انت اللي تأدي الدور. بالضبط. نعم. بالضبط. وحتى معروف عني انا ما ادخل للسيت حافظ 100%. لا، أنا أدخل حافظ بين 70 إلى 80% فقط. زين. أخلي 30 أو 20% هي هاي الشعرة اللي حتى لا يبين إنه أنا دا أمثل، حتى تبين التلقائية. هاي طريقتي هم، ودائما أقولهم الأصدقاء الجدد أسرار إذا كان أكو نجاح يذكر لحسين عجاج، فهذا جزء من نجاحاته. مو هي هم تحتاج إلى موهبة، عندهم هذه الموهبة وهي الإمكانية، هم هيك يعني. هسه أنا بالنسبة لي أرض ضميري والله سبحانه وتعالى. نعم. وأنطي العنديات اللي عندي. نعم. وما تبقى يبقى هو بساحته يعني، يقدر يواكبني يقدر يعني. وشاركت بإعداد عمل لقناة العراقية، عمل كامل متكامل. نعم. اللي هسه أتذكر بال 2013 اسمه نزف جنوبي. حلو. أنا عديته. مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، عملت كمدير إنتاج في بعض الأعمال الفنية، يمكن في مسلسل المتمرد وطيبة، وبعد قبلها أنا قبل أعمال الMBC العراقية اشتغلت البنفسجي الأحمر، خراج أستاذ فارس طعم التميمي. نعم. إدارة إنتاج ومجموعة أعمال من ضمنها نزف جنوبي ذكرت يعني، هي أغلبها للعراقية حقيقة. نعم. وبالMBC كان أول تكليف مسلسل طيبة وحقق ترند عراقي. وتلا مسلسل بنات صالح وأيضا حقق ترند عربي. والمتمرد حقق نجاح يعني لا بأس. المهم وصلنا مسجات قوية به يعني. زين، إدارة الإنتاج مو تحتاج إلى جهد استثنائي، لأنه أنت مسؤول عن العملية الفنية كاملة يعني، وخصوصا مشارك أيضا كممثل في العمل. نعم. كيف تحقق هذا التوازن؟ والله الله يعلم. تدرين ليش؟ الله يساعدك. شوف الفضل الأول والأخير الأستاذ سلام عرب حقيقة. نعم. هو رجل بس أنت قدها وقدوده بصراحة يعني. لأنه مسؤولية مثل ما قلتي كبيرة جدا. أنا صدقا إذا أنام ساعتين باليوم كله 24 ساعة، إذا أنام ساعتين عندي حفلة، أقسم بالله. نعم. ليش؟ بس هذا الإرهاق هم يأثر عليك يعني بعدين. أنا كل عمل أنزل ما يدني من 14 كيلوغرام. نعم. أنا يعني سمعت بأنه أنت في سوريا كان عندك عملين في وقت واحد، ما تنام نهائيا، تنام بالسيرفيس اللي احنا نقول الكي نسميها هنا، تنام هذه شوية يعني المسافة بين اللوكيشن الأول واللوكيشن العمل الثاني يعني. أبو طبر. نعم. هو كانت سياسة القناة إنه ما يحق الممثل يعمل دور رئيسي بأكثر من عمل. نعم. يعني كانوا يعملون أكثر من عمل في الوقت واحد. فأبو طبر وطيور فوق أشراعات الجحيم. أبو طبر أنا دور رئيسي. العفو، لو يعني احنا نتكلم غير موضوع على بصدد أبو طبر. شنو كان دورك بأبو طبر؟ أنا فتاح بن كميل العمية. نعم. شاب من محلة عراقية بسيطة، طبعا هي شخصية افتراضية حتى من وحي الكاتب يعني. نعم. على أرض الواقع ما موجودة طبعا. نعم. هي القصة حقيقية أبو طبر. قصة أبو طبر حقيقية، لكن فتاح بن كميل العمية افتراضية. نعم. فابن محلة بن زقاق بغدادي قديم يعني، بسيط متواضع، شاب عنده أم كفيفة وعنده أخت، ما يعرف يشتغل، ما يشتغل، عطال بطال، قاعد هاي بالقهاوي يضرب دومنا وشاي. مع العلم حقيقة تاني ما أحب طبعا. زين. فيقع بغرام وحدة مسيحية. نعم. ويريد يوصل لها،
فلازم يسوي شيء لنفسه، يعني شلون احنا نقول يكون نفسه، فيلقى ابسط طريقه انه يكون حرامي يسطي على البيوت. فهاي المفارقه اللي لعب عليها الكاتب والمخرج، انه يشكك المتلقي انه ابو الطبر هو فتاح. نعم. تمام. نعم. فبدا يسطي على البيوت وكذا الى ان سافرت، وهو لبس القاط اوكي بس ما لحق لين سافرت. عمل رائع، يعني تعبني حقيقة نفسيا وجسديا، لكن حقق حضور بالشارع العراقي. نعم أكيد. عمل ناجح جدا يعني. اي، وحتى الشخصية يعني نعم. اضافت لي بارشيفي هواي اشياء. هو في أي عام كان؟ اتصور 2011 2010 2011. اي نعم. ولحد اليوم يتذكروا ويشوفوه على اليوتيوب بالضبط. هو دا أقول لك أنا يعني. هذه الأعمال الناجحة يعني حرامات ما تسوق يعني عربيا كحدوتة جميلة، وهي أصلا مثل ما قلت لك هي قصة حقيقية كانت. يعني الفنانين المبدعين كلهم الموجودين، يعني كاست العمل عموما يعني. فحرامات. راح أقول لك شغلة ست منى، يعني تسمحي لي أنت والمستمع الكريم السيد المخرج أيضا. نعم. سابق قتيبة، وأنا مسؤول عنها حقيقة. متى ما أصبح تسويق محلي بين القنوات العراقية سيكون لنا منفذ للتسويق العربي. ظهرت بكليب أغنية مرات أشوفك حلم للفنان هيثم يوسف، وكان دورك يمكن شرير مجرم. لحد قبل أيام يقولوا لي من وراك انكتر هيثم يوسف، قلت لهم من عمي، قالوا بالمرات أشوفك حلم. كيف صار هذا التعاون يعني بينك وبين هيثم يوسف؟ والله صار عن طريق الصدفة. نعم. بسبب مسلسل فوبيا بغداد للمخرج الرائع حسن حسني. نعم. أستاذي وأخوي الكبير. شافني هيثم ومخرج الكليب اللي هو الحسيني حسام، مخرج سوري اسمه نعم. الحسيني حسام. معروف نعم. اسمه. نعم. نوجه لهم اثنيناتهم أجمل تحية. نعم. فبسبب دوري بالمسلسل إنه طالع عني عصابة ومهران وقاتل ومأجور وكذا، فطلبوني وتحقق التعاون، وكنت سعيد جدا بهذا التعاون. تعرفت على شخصية هيثم، أنا من المستمعين الجيدين لهيثم يوسف ولأغاني أمير الحب. بالتالي تقربت منه إنسانيا، اكتشفته إنسان شفاف، وفعلا هاي مشاعره حقيقية. يعني من يغني ونسمع احنا ونستمتع مشاعر الحب ومشاعر الحزن هو هيثم يوسف. نعم. فكانت هاي التجربة دسمة جدا لحسين عجاج، رغم الانتقادات اللي جتني. لا بالعكس. لا جتني. تدري شنو؟ إيه؟ انه انت فنان وممثل، شنو طالع بكليب؟ قلت لهم انا طالع وفيلم قصير وانا ما طالع راقص. أبدأ امثل يعني بالضبط. ويا هيثم يوسف انا ما طالع ويا يعني فنان مبتدئ، وغصبا ما على قعدت التجربه بكليب ثاني. عاشت ايدك. ورت اقول لك اني يعني ممكن تكررها مع فنان اخر يعني. هسه جاوبتني. هسه كليبين ويا هيثم اشتغلت انا. همتين ويا هيثم. مرات اشوفك حلم، وهاي باش قلنا ايضا حقق نجاح جدا واسع. نعم. وانه اكرر التجربه او ما اكررها يعني حسب المطرب. نعم. وحسب الكليب نفسه يعني. نعم. يعني اذا ما بي مسج، اذا حسين ما يكون اضافه بالكليب ما اشتغل. طبعا يعني. طبعا اكيد. لازم الفنان ما محتاج اذا ما يكون اضافه بالعمل. فعلا. أستاذ حسين، ابتعدت عن الفن والوسط الفني تقريبا من 4 يمكن إلى 5 سنوات. نعم. حتى البعض يمكن رقم تليفونك ما يعرفه. ما يعرفه. شنو السبب؟ كان يعني اعتزال أم مثل ما نقول استراحة مقاتل؟ يعني عدة أسباب أجمعهن وأحطهن بخلاط. نعم. وأخليهن قدام المستمع الكريم يعني. نعم. من ضمنها السبب الرئيسي يعني حياتي الخاصة في تلك الفترة. السبب الثاني أجهدت يعني بأعمال متواصلة، يعني من سوريا ما كنت أقعد، يعني أصبح الدراما عندي روتين يومي، يعني التمثيل روتين يومي. نعم. إضافة إلى أحلامي طموحاتي يعني كانت أوسع من الدائرة اللي كنت أعيش بها يعني كفنان. نعم. اللي هسه أسلفتيه حضرتك إنه صناعة النجم أو انطلاق بالنجم، يعني كان حلمي من دخلت الوسط الفني كنت خال تاريخ بشكل شخصي لحسين عجاج. نعم. إنه بال 2014 يعني لازم عندي شغل ويا جوني ديب. حلو. شوفوا حلو هذا الطموح. شوفوا مستوى الطموح وين. حلو. وبالتالي
اجت يعني هم 2014. الفنانين اللي وصلوا للعالمية يعني مو أقل من يعني إمكانية ومقدرة من فنانينا. أبدا عندنا إمكانيات، بس هو يمكن تشانس أو مثل ما ذكرنا قبل قليل ضعف بصناعة النجم بالعراق. صناعة النجم. شوفوا هذا اللي يعني شوف مصر الآن ست منى كل سنة يتحفون بمجموعة، يعني شفت جعفر العمداني من خلال الام بي سي عراق أباوا على بالضبط. مدارس تمثيل. بالضبط بنات وشباب يعني. كل فنان معروف يعني. هسه محمد رمضان كل سنة يعني طلع عمل وياه جروب من وجوه شابة جديدة. يسرى كذلك. صح. كلهم يعني. ليلى علوي طلعت هماتين أكثر من وجه. احنا ما عندنا للأسف فنان. يعني هاي السنة مثلا يمكن قائمة الأعمال العراقية بالعراق قريب من 20 مسلسل. يمكن العام كان بنات صالح طلع كم وجه جديد وعندهم إمكانية. قبل طيبة أيضا نعم. وجوه جديدة كانت. نعم. السنة المتمرد أيضا وجوه غير مستهلكة. نعم. وجديدة. نعم. حتى أكو فنانين هم يعني كان لهم باع بالساحة الفنية العراقية لكن انزووا أو ابتعدوا. خان الذهب يمكن هم طلعوا يعني خان الذهب وجه جديد يعني. أغلب الوجوه الجديدة بخان الذهب بالضبط. نعم. هم من عندنا يعني. احنا أنا وأستاذ سلام عرب نسوي كاستنج. قلت لك المجموعة اللي نحتاجه بعملنا نحتاجه واللي ما نحتاجه نرفع للعمل الآخر. يعني مو بالضرورة كلهم يكونون ويانا بعمل واحد. طبعا أكيد. هو أنت كنت يمكن مقرر من تطلع من سوريا تروح لمصر. بالضبط. بعدين شنو اللي يعني غير قرارك؟ أهلي يعني عائلتي كلهم كانوا بسوريا. ووالدتي أصلا بسبب حادث مريت فيه يعني بداخل العراق فوصلت هي سكر وضغط. خطايا. فأرادتني أكون قريب منها يعني. نعم. وحتى بعد ما رجعنا من سوريا وصلت مرحلة أنه خلاص أنا اتخذت قرار رايح لمصر. نعم. حتى ذكر اتصلوا بي قناة العراقية لمسلسل يسكن قلبي يرادون الشخصية الرئيسية فاعتذرت قلت لهم أنا آسف 2014 يمكن 2015. نعم. قلت لهم اعتذر بس أنا يعني قريبا مسافر لمصر فما أقدر أحرج نفسي أو أحرجكم. نعم. وأيضا يعني أعدلت عن القرار ولا زال لحد هذه اللحظة اللي أتكلم بها معك. نعم. أصدقاء من مصر مو نقول يتوسلون بس يتوسمون خير بحسين عجاج انه يروح على مصر حتى يحقق. والله انا اول من يشجعك بصراحه يعني. هي مصر هوليود العرب يطلقون عليها. والكثير من الفنانين انطلقوا فنانين سوريين مكان معروف نصار من الاردن منذ ريحنا من الاردن جمال سليمان بالضبط. من سوريا صاروا نجوم عرب من خلال مصر على الاعمال المصريه يعني هي تدور الفكره ان شاء الله. ان شاء الله قريبا نشوفك بعمل عربي يعني. ان شاء الله. حضرتك تعشق الأعمال التاريخية. نعم. وخصوصا أنه تاريخ العراق حافل بالأحداث. شنو اللي يقف عائق لإنتاج مثل هكذا أعمال بالعراق؟ هل الأعمال التاريخية مكلفة مثلا؟ نعم هذا هاي الأساس. الميزانية يحتاج إلى ميزانيات ضخمة جدا. نعم. وبالتالي أنا أصرف ما يعادل 4 أعمال يعني ميزانية 4 أعمال. نعم. والعمل يعرض في قناة وبعدين يحطوه بالدرج يعني بالأرشفة. لا طبعا ما ترحم. صحيح. لو كان يسوق كان اشتغلوا. هي حقهم طبعا. فاهم شلون يعني مثلا يشتغلوا الكواسر والبواسل والفوارس هاي الأعمال المهمة السورية. نعم. كانت تسوق. بالضبط. فمردودها المالي غطى على تكلفة إنتاجها. طبعا. احنا هنا ماكو. والمنتج حقه من يخلي فلوس يريد مردود مالي يعني اجباري. نعم. وانا اتألم لانه من خلال الاعمال التاريخية والمتلقي على فكرة يحب الاعمال التاريخية فعلا صدقا. نعم. خاصة اللي بها فخامة اللي بها اللغة العربية الفصحى واحنا محتاجين نسمع ننظف اذاننا يعني من نعم. وبالتالي ايضا نأرشف بدماغنا معلومات تاريخية إذا كانت تاريخية قديمة أو معاصرة. بالضبط. فنتمنى على الجهات الراعية بالعراق أنه بالضبط. تشتغل أعمال تاريخية. هم حقهم يعني إذا ماكو تسويق يعني وخلي يشتغلون عمل عراقي. نعم. ويدزون عليه بيه حتى فلوس ما أريد. هاي من هذا المنبر أقول. نعم. بس إنه تطلع أعمال تاريخية للمتلقي العراقي. نعم. يمكن حضرتك معروف أنه ترفض العديد من الأدوار المهمة اللي تعرض على حضرتك. شنو السبب؟ ما هي لو مهمة ما كان رفضتها. يعني أشوف من أقرأ النص أنا قارئ جيد يعني أعتبر نفسي أو أتهم نفسي بأني يعني قارئ جيد. تتنبأ لهذه طبعا لهذا الدور إذا ما بي مسج إذا ما أوصل من خلال الدور اللي يناط إلي مسج للمتلقي ما أشتغله. أكو غيري. زين إذا صدف أو العفو أو أضيف تعقيب. إذا ما كانت الشخصية صعبة إيش أقول بيني وبين نفسي أكو غيري أحق
ممكن يشتغلها، يعني مر عليه هيك ادوار هيك كاركترات، بس اكو شباب ما ماخذين فرصهم. انا اخذت فرصتي بهكذا جانب. حلو هاي الروح اللي عندك يعني. حتى في وقتها من اعتذر، هو ليس رفض، من اعتذر ارشح فلان او فلان لان شفته مثلا بالشخصيه. يا عيني. اي وصاير هاي يتذكروها اصدقائي من يسمعني حلو. يعني ما عندك هاي الانانيه ابدا مثل عند البعض. ابدا. نعم. ابدا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام وبرنامج استضافة، وضيفنا لهذا اليوم الفنان حسين عجاج. أستاذ حسين، يعني عرفنا عن حضرتك بأنه تعشق الحيوانات. كنت بسوريا تربي سلحفات وعصافير وبلابل وقطاط وكلاب. وراحوا من رجعت من سوريا والله كلهم يعني وزعتهم كلهم حرامات. اي الكل على الاطلاق يعني. نعم. وكانت عندي كميات على فكره. يعني مثلا لي هسه اتذكر الكناري، يعني نعم. هذا المخلوق الطير الجميل بكل الوانه بكل اشياء. كان عندي تقريبا 300 واحد، يعني 150 زوج. هوايه. اي نعم. هاي شلون تداريهم وشلون عندك وقت؟ وين تلقى الوقت يعني؟ واحس. نعم. واحس حتى لو اقعد قبل يعني قبل احتياجي للوقت بساعه اخدم عليهم، انطيهم مي واكل وكذا او تنظيف. نعم. ما يتعبوك؟ لا هوس. هو هوس حقيقي يعني. نعم. ولا زال موجود لحد الان. هو قلت اقول لك من جهه موجوده القطط، موجوده العصافير يعني. يا عين. رجعت مره ثانيه. نعم. احب هذا العالم يعني. من اشوف مرات يسالوني انت شو تحب يعني شنو يعني؟ هاي عصافير موجوده على الاشجار وعلى الحبال. اقول لهم لا يعني اوكي انا ما احب اشوفه محبوس، بس بنفس الوقت اريد اشوف تصرفاته. انا اتعلم مثلا نعم. شلون الام تراعي اولادها، شلون تخاف عليهم من واحد مديده. يعني مثلا عندي اقفاص اذا ما عندها اولاد وادخل ايدي، ما عندها افراخ وادخل ايدي عادي طبيعي، بس من عندها افراخ بالوقت اللي عندها افراخ تمنعني ما تخليني. طبعا. فشوفوا هذني يعني يفترض الانسان يتعلم منهن فعلا. يعني هوايه مع الاسف، وهوايه مجتمعاتنا وليس المجتمع العراقي امهات ما يخافون على اولادهن او اولاد ما يخافون على اهلهم. صحيح. وبالتالي انا مو انطوائي بقدر ما انزوي بعزلتي هاي مع هاي المخلوقات البسيطه مع ابني اتعلم من هالشيء. نعم. احسن من العالم الخارجي. زين السلحفات، شنو اللي يحببك بتربيه السلحفات؟ هسه انا اجيب وحده هسه. لا هي كانت بسوريا وراحت. عندي وحده وراحت. وهسه ما عندك؟ باربيل جبت وحده. ومن يعني لازم داره، وانا بين اربيل وبغداد فتركتها اطلقت صراحه يعني في مزرعه. نعم. فحاليا هنا لا اناول. هي صغيره لو تجيبها وهي كبار بعدين لو انت تجيبها اصلا كبيره. هو يعني البرمائي. هو عموما السلحفات هو برمائي. هو بشكل عام بس اكو برمائي يعني هذا اذا مو مي ما يعيش. واكو لا اللي ممكن يعيش بالمي وعلى اليابسه. نعم. فانا احب هذا النوع الثاني. نعم. فهو طبعا نموه كلش بطيء ما تتخيلين. جدا بطيء. سبحان الله، حتى المشي مالته بطيء، حتى نموه جدا بطيء ويعمر. نعم. يعني يعتبر من الحيوانات المعمره. صحيح اعمارهم الطويله تكون. صح. احب وهم سئلت يوما ما الصبر، لان عنده الصبر، عنده فضيله الصبر قضيه. يعني تعيشين تحسين العفو تعيشين حاله انه الزمن يتوقف ويمشي يتوقف ويمشي مع حركتها السلو موشن هاي البطيئه. بالضبط. فالصبر انا احب هذا المخلوق لان يعلم على الصبر. مو هي يعني البعض يربي سلحفات مو مثل باقي الحيوانات. يعني ما اعرف هي شكلها البعض يشوفها مقزز مثلا. مدري ليش لان قريبه يمكن على الزواحف. يعني مثل الافاعي نعم. يعني حتى بالفعل سبحانك الله حتى الراس هو قريب جدا على السحالي او الافاعي. نعم. اكو بعض يحس باشمئزاز او قرف من عندها. نعم. بس اللي يفهمها صح راح يحبها. نعم. اكو هاي الشغلات مغلوطه ترى بالعراق او المجتمعات العربيه. مثلا طائر البوم. نعم. مكروه، يعتبر من المكروهات عندنا. يتشائمون من يشوفوا يعتبرون شهم، لكن بالغرب ترى الطائر تفاؤل يعتبر ومحبب يحبوه جدا. نعم. وهنا عندنا العكس وهواي اشياء. الغراب ايضا. نعم. الغراب في بعض الدول فعل خير مو فعل شر. ايضا حضرتك عندك مهر ومهره هماتين. هاي اشتريتهم في سوريا. نعم.
هسه لو تشتغل عمل تاريخي ما هو وعندك مهرة خاصة ليش مثلا أخذتهم أنا؟ مهر خاص. ليش نعم. اشتريتهم؟ ايه. دا أصور المسلسل، ف يعني ذبتني الفرس، ذبتني من ظهرها. اي نعم. فقلت أنا علي من أنا، وكنا بسوريا قلنا يعني ماشي الحال، وبعد يعني ما كنا نتوقع اللي صار بسوريا حقيقة. يعني بالتصوير ذبتك لو بالتدريب؟ لا بالتصوير. ما هي المفروض تتدرب وياها فترة. لا تتدرب هي بعدين ذبت السايس مالها الحقيقي. اي نعم. واخر شيء ذبت نفسها بالوادي. نعم. فقلت انا خاب اشتري يعني. نعم. واربيهم يبقون بالمزرعه واروح واجي عليهم. نعم. من نحتاجهم بالتصوير هم هذول، بعد تصير ثقه متبادله بين الخيل وصاحب الخيل او الراكب. وراحوا يعني بقوا بسوريا. شو مسميهم؟ ما لحقت اسميهم، واستوني اشتريتهم وكذا. يمكن ما شفتهم مره ومرتين يعني. وصارت الاحداث بسوريا ورجعت. نعم. هذا كان اللي جاء هديه. يعني. بالعافيه. هو قياسا بالليره هسه انا كنت ماخذهم ببلاش يعني. ايه. ايضا حضرتك طباخ ماهر، يعني احنا عندنا خوش معلومات. ايه. ونفسك طيب بالاكل. الحمد لله. شلون تعلمت الطبخ؟ يمكن الفتره اللي كنت عايش لوحدك بسوريا. الوحده. انا دائما ميال للوحده يعني. مكروهه بالنسبه لي، لكن اذا فرضت ما اقول لا. يعني اذا فرضت علي فرض ما اقول لا ابدا. نعم. ايضا عندي هوس بالطبخ. نعم. تعلمت نفسي من البدايه، بديت بالشغلات البسيطه. نعم. واذا بي وصلت مراحل انافس يعني. حلو. انا انافس ست البيت حقيقه بالطبخ يعني. حلو. واطبخ جميع الاكلات يعني. هسه تعلمت سوري طبعا، مو اكلات سوريه مو بس عراقيه. طبعا الشاكريه، كبه لبنيه، هواي شغلات. حلو. زين الاكلات العراقيه الشاطر بها شنو؟ كل شيء ما عدا مو شاطر بها. الدولمه لاني راد لها خلق اقول الله يساعد، دائما اقول الله يساعد نسواننا. هي قاعده قبل ساعتين 3. لا هسه الحمد لله كل شيء جاهز موجود يعني ما شاء الله. بس جميل. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في قناة الارشيف الاذاعية وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل ما لدينا جديد وحصري. كت ويعني وتطبخ وكذا. هي يعني هسه مثلا انا وادم ابني طبعا الله يخليه. الله يخليه اولادك. بالايام العاديه مثلا لازم اطبخ. نعم. انت تطبخ؟ اي انا اطبخ. نعم. اما اذا كان عندي عمل هاي بحث اخر. نعم. اذا ما ملحق فاجيب يعني اجيب من برا، بس انا احاول تكون المطاعم اللي هي قريبه على اكل البيت. طبعا يعني احاول اكل صحي. طبعا اكيد مو اي والا بالعاده لا انا اطبخ في البيت. نعم. وادم يساعدني وهو يطلب مني ويتشرط علي ويعطيني رايه بالاكل. هسه يتعلم من عندك يصير شيف الى واهس شاطر الى واهس يعني. هسه بادي يعرف يعني اكو شغلات يعرف يسويها. نعم. اي انا خال اباس. قل لي ادم ايش قد عمره هسه؟ ان شاء الله دخل على 12. يعني كمل ابتدائية سنة؟ الثاني متوسط هسه يعني هالسنة نجح من الأول للثاني متوسط. حبيبي عنده اهتمامات بالتمثيل وبالفن يعني؟ آدم ست منى خليط عجيب غريب حقيقة. طبعا هو ماخذ من عندي هواش. طبعا أنت القدوة إلى بالنسبة إلى المثل الأعلى إن شاء الله يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ماخذ مني هواي شغلات، بس عنده ميول بالهاي يسمونها مال أسهم. ايه غريب هاي العملات الرقميه. نعم. جماعه اليوتيوب ذولا شايفه بهيك عمر. فعملات البيتكوين او بيتكوين. نعم. فيجي يقول لي بابا هاي الشركه اسمها وراهني راح تصعد. يا عيني يعرف. هاي اسمها راح تنزل. زين شلون ما اعرف. فعنده فعلا مثل ما يقول اكو احيانا يعني هاي مثلا مال شركه تسلا. نعم. هذا اللي اشترى ايلون ماسك اللي اشترى يوتيوبر آخر شيء. نعم. يعني كان ينطيني هو خطوات آدم ويصير هذا الشخص إيلون ماسك. نعم. من خلال متابعة طبعا يتابع أخباره يتابع مهتم اهتمام. نعم. فأنا هم خال بواسه قال لي بابا أنت شو مش تريدني أطلع يعني. هو ارت أقول لك أنا إذا جاك وقال لك أريد أمثل. اسألني هذا السؤال ست منى حقيقة. قلت له ابني أهم شيء عندي تكون فرد صالح للمجتمع وبالتالي صالح لنفسك أنت. هو أكيد حيكون عائلتك الصغيرة والكبيرة. نعم. ما تبقى أي طموح بداخلك إيجابي أنا بظهرك وساندك. حلو. السلبي لازم نخلي براسنا من هسه. يعني هسه مثلا متعلم هو ما يقول هذا مثلا هاي النستلة ما أكرهها أو هذا الشيء أكرهه. لا معلم يقول ما أحب. يا عيني. ما أحب أخف وطأ من أكره من الكره.
نعم. أنا يعني بطبيعتي ما أحب الكره، يعني الله خلقنا للحب. نعم. فليش نكره؟ نعم. من هذا الباب. أكيد طبعا، ربي يخليه لك ويخليك إلى هماتين وتشوفه بأعلى المراتب إن شاء الله. بوجودك. الله يسلمك. طبعا كلمة أخيرة لجمهورك اللي دا يستمع لنا الآن من خلال إذاعة جمهورية العراق. أنا أشكرك ست منى على هذا اللقاء اللي حقيقة استمتعت به، وأشكر السيد المخرج أستاذ قتيبة، وأحب أوجه وأشكر المتلقي من سمع منا، إن شاء الله يكون بفائدة هذا السماع. وأتمنى من المتلقي العراقي، وأكيد هم يحبون العراق، خلونا نحب العراق أكثر، خلونا ننظف شوارعنا، خلونا نهتم بأولادنا حتى باكر يكون أحسن. محبتي واحترامي وبوسات تسع قلوب العراقيين. تحياتي حسين عجاج. يا عيني يا أستاذ حسين، نورتني وأنا سعيدة جدا، كان الحديث شيق وممتع مع حضرتك بصراحة، وأتمنى أنه ما أثقلت عليك بالأسئلة أبدا. يعني استمتعت اليوم الحمد لله. مستمعينا، انتهت حلقة هذا اليوم. في ختام الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للفنان المتألق المبدع حسين عجاج.